لو في البيت عندك مش بيحبوا اللحمه الضاني، 5 خطوات دول هتضمن ما تطلعلوش اي ريحه. أول خطوة هنشيل الدهون الزيادة، الدهون دي هي اللي بتعمل الريحة اللي الناس أحيانا مش بتحبها. جميل. تاني خطوة هنملح كويس جدا جدا اللحمة، نملحها حلو قوي وبعدين نشطفها. حلو. تالت بقى حاجة هنيجي ننقع الفخدة دي أو أي لحمة في لبن ونحطها في التلاجة قد 2 ساعة كده، وبعدين نشطفها كويس جدا وننزل كل اللبن اللي احنا نقعناه فيها. جميل. كويس قوي، ريحتها بقت حلوه كده. تعالوا بقى نتبلها، والتتبيل هنا لازم يكون فيه ليمون كتير. الليمون والاعشاب مهمه جدا عشان ريحه اللحمه تطلع حلوه. وهستخدمت هنا دريسنج السلطه اللي عندي اللي انا كنت وريته لكم قبل كده، وتوم ونعناع وروزماري وزعتر، وطبعا اكيد ملح وفلفل. ومسحت كويس جدا على الفخده بالتتبيله الحلوه دي. عايزين تقعدوها في التلاجة من اليوم اللي قبله. تمام كده. نيجي بقى خامس حاجة أحسن طريقة لتسوية اللحمة الضاني عشان ريحتها ما تضايقوش إن إحنا يا نشويها يا على الجريل يا في الفرن. كده نضمن تماما إن مفيش أي ريحة هتضايقنا، عشان السلق هو اللي بيخلي ريحتها مليانة في البيت ومش حلوة. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوة، وشموا بقى الريحة، شموا. الله الله، تحفة. طرب مشوي من الاخر. بصوا الجمال بقى، بصوا الطرب المشوي بقى على اصوله بقى. روعه. المنديل هنعمل بيه دلوقتي احلى كفته طرب. لما بجيب المنديل من عند الجزار بتبقى فيه حتت تخينه كده من الدهون، لازم اشيلهم وبعدين اقطع المنديل الى مثلثات. جميل. هقطع كله مثلثات وبعدين هخليهم على جنب. هاجي بقى دلوقتي عندنا كيلو لحمه مفرومه وبصلايه كبيره مفرومه في الكبه، هعصرها كويس جدا جدا وهاخد التفل احطه على اللحمه. ميه البصل خلوها على جنب هنحتاجها. هتحطوا بقى طبعا ملح وهتحطوا فلفل وهتحطوا بهارات اللحمه السبعه. عندنا معلقه كبيره من البقسماط ومعلقه كبيره من البقدونس المفروم، وعجنه كويس بايديكم مش في الكبه. حلو. خلوا بقى دلوقتي ده اللحمه على جنب، وهنبتدي بقى نجيب المثلثات. هنحط الكفته على الناحيه الضيقه من المثلث على الطرف الرفيع، ونحط الزيادات بتاعته المنديل جوه صباع الكفته بالشكل ده كده، لا يمكن يفك. دخلوه التلاجة شويه. المية البصل عليها عصير طماطمايه وملح وفلفل، وتبقى ده جاهز عشان هنحتاجه للشوي. ولعنا الفحم وهنبتدي بقى دلوقتي نشوي كفته الطرب. لما باجي اشوي بقى الكفته بحط السلك ده كده اهو، وهناخد بقى كل واحده من الكفته اللي احنا شايفينها الحلوه دي اللي مسكت نفسها في التلاجة، نغطسها في الميه بالبصل بالطماطم اللي احنا عملناها كده اهو، وهنيجي نحطها هنا اهو على الشوايه. الدهون بقى دلوقتي هتبتدي تنزل وهتبتدي تعمل احلى ريحه شوي في المنطقه كلها. شفتوا دي طويله ازاي؟ هتكش برضو. نبتدي نهوي بقى. المفروض دي تبقى وظيفه الرجاله يوم العيد. اوعوا تقعوا في الفخ بتاع التهويه ده يا ستات، انتوا كفايه عليكم المطبخ. بصوا جمالها والنبي، بصوا جمالها، يامي يامي. لا لا لا، انتوا مش مصدقين الريحه. وهم فظيعه فظيعه. بصوا الجمال بقى، بصوا الطرب المشوي بقى على اصوله بقى. احلى طرب مشوي في مصر كلها، ولا فك ولا جراله حاجه، ومنتهى الجمال اهو. وزي اي كبابجي محترف بطلع المشاوي على حاجه خضرا زي البقدونس المفروم. لما بنشوي يا جماعه بناكل من على الشوايه، مفيش حاجه اسمها الاكل يدخل جوه، لازم ناكل واحنا واقفين على طول كده اهو. وتعالوا بقى نفتح مع بعض واحده ونشوف شكلها ايه من جوه. ايوه بقى الطرب بقى. كان بيقول يا احمد مكي ماذا اقول امام هذا الجمال؟ ايه روعه. طرب مشوي من الاخر. هنحلي بقى بحلو لذيذ وبارد ولطيف. حلو الكاسترد مع الموز والبسكوت اللوتس. هنفضي باكو الكاسترد في اللبن على النار زي ما مكتوب بالظبط هنعمل، حتى لما يجمد هنحطه في طبق ونحطه في التلاجة. ونيجي نعمل بقى كريمه لباني او كريمه كده حلوه، كريمه خفق، ونقلبها مع الكاسترد اللي عملناه. هنجيب بسكوت اللوتس وهنكسره في طبق التقديم، وهنيجي نحط من فوقه موز. استخدمت تقريبا 4 موزات او 5 موزات، رشه قرفه فوق الموز، وبعدين نحطه
بقى الايه الكاسترد اللي عملناه مع الكريمه، وبعدين كسروا بقى كمان دلوقتي تاني طبقة تانية من البسكوت، وبعدين حطوا آخر طبقة من كريمة الكاسترد، وبعدين بس كده على الوش هحط شوية كراميل بالمنظر ده كده. خلاص الأكلة لذيذة تقعد في التلاجة ساعتين وكلوها بألف هنا وشفا. حلو لذيذ وبارد ولطيف بعد وليمة عيد الأضحى إن شاء الله في منتهى الجمال.